السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم كالعادة في قناتكم مطبخ الأصدقاء. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيفية تحضير جذع الشجرة إنبوش اللي غادي نعملوها بغاناش مونتي دو الشوكولا وكذلك بافاغواز ديال البخاليني والكروستيون بخاليني. غاديش نقول لكم على المذاق كيجي واعر وخاصة سهلة في التحضير. ما غاديش نكثر عليكم، غادي ندوزو نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نبداو بتحضير غاناش مونتي ديال الشوكولاط. عندنا هنا 100 غرام كريمه سائله 30% من الماده الدسمه او 35% من الماده الدسمه اللي غادي نبداو نسخنوا فيها. عندنا 100 غرام ديال الشوكولاط الاسود، 20 غرام ديال السكر مسحوق سنيده، وعندنا كذلك 200 غرام ديال الكريمه السائله بارده. المهم المكونات كلها غادي ننزلها لكم في صندوق الوصف. نبداو نمزجو الشوكولاط ديالنا باش ندوبوه مزيان وكنزيدو عليه السكر وكنبقاو نمزجوه حتى ما كيبقى لنا حتى شي طرف ديال الشوكولاط صحيح. من بعد ما دابنا الشوكولا كله كما كتشوفوا معايا هنا غادي نضيفوا الكريمه السائله اللي كتكون بارده عاد خرجناها من الثلاجه. صافي هنايا كنبقاو نمزجو عادي، كنبقاو نمزجو حتى كتندمج المكونات مع بعضها. هنا الكاسرول ديالي راها صغيره، غادي نحولها لشي صحن اكبر. هنا غادي نعطيكم المقادير ديال زوج ديال لي بوش وانتم غتقسموا الكميات على زوج باش كتوجدوا غير بوش وحده. من بعد كنغطيوها مزيان وغادي نخليوها في الثلاجه تبرد على الاقل 3 سوايع. والان غادي نوجدوا بافاغواز بخاليني. عندنا 100 غرام ديال الحليب اللي غادي نخليوه يسخن، وهنايا عندنا 5 غرام ديال لا جيلاتين ديال الحلال اللي غادي نديروها في الماء بارد ونخليوها حتى كترطب. وعندنا 2 اصفر البيض اللي غادي نضيفوا عليه 50 غرام ديال السكر ثقيل يعني سنيده، وغادي نبداو نمزجوه مزيان بيد ما كيسخن لينا داك الحليب. من بعد ما سخن لينا الحليب كما كتشوفوا ما خصوش يفيض، غير كيسخن كنصبوا واحد الكميه قليله على اصفر البيض اللي مع السكر ونخلطوه بحال كنرطبوه كنطلقوه شويه، ومن بعد كنضيفوا الباقي كنكملوا نمزجوا وكنرجعوا كل شيء فوق لا كاسرول فوق نار ما تكونش مجهده. هاد البافاغواز هي الاساس ديالها كريمه انجليزيه اللي لا كريم انجليز اللي غادي نضيفوا عليها لا جيلاتين، وهنا غنعملوها بالبخاليني. طريقه باش كنعرفوا بان لا كريم انجليز واجده لينا بلا الميزان. حنا الا كان الميزان كتعبروا خاص توصلوا ل 82 درجه حراريه، وإلا ما كانش هذه هي الطريقه باش كنعرفوا بان الكريمه الانجليزيه راها واجده. يعني ما نكثروش في الطياب وما نخليوهاش كذلك بارده. كنبقاو نديرو انطري في لا سباتول كما كتشوفوا كنديرو انطري. الا ما تجمعش دانكو يعني بقى هكا كنعرفوا بان الكريمه ديالنا راها واجده. الا كان سائل يعني دغيا كيطرق لينا داك لو طري صافي دير راه الكريمه راه مازال ما واجداش، وكردوا بالنا مزيان باش ما كتحرقش لينا. من بعد كنضيفوا الجيلاتين كنعصروها مزيان كنحيدوا منها الماء وكنديروها في الكريمه وكنبقاو نمزجوا حتى كتذوب مزيان. وما حدا باقا سخونه هنايا غادي نضيفوا 100 غرام ديال البخاليني اللي كيكون واجد وتقدروا توجدوه حتى في الدار. وكما قلت لكم هاد المقادير اللي غنعطيكم راه غادي نعمل بهم انا دو بوش يعني زوج. تقدروا تقسموا باش ديروا ان بوش وحده غادي تقسموا الكميه على زوج. صافي من بعد ما كنمزج الكل غادي نخلي لا كاسرول على الجانب نخليها حتى كتبرد. والان غادي نحضروا البسكوي. كما كتشوفوا معايا هنايا عندي 5 ديال البيضات اللي غنضيف عليهم 100 غرام ديال السكر وغادي نخليهم يتضربوا في الضرب الكهربائي حتى كيوليو بحال انموس. وعندنا كذلك 30 غرام ديال المايزينا و20 غرام ديال الكاكاو اللي غادي نخلطهم مع بعضهم. وعندنا كذلك 40 غرام ديال الدقيق اللي غادي نخلطهم كذلك، نخلط كاع المواد اللي ناشفه مع بعضها. ملي يضرب لينا البيض والسكر يعني ولا القوام ديالو على هذا الشكل بحال انموس
غادي نضيفو المواد الناشفه، الدقيق والنشا والكاكاو. غادي نبداو نضيفو شويه بشويه، وضروري من الغربال ضروري نغربلو. كنبقاو نمزجوه بحركه دائريه وكذلك من التحت للفوق، لان بعض الوقت كنتفاجئوا بالدقيق مازال لينا لتحت، وبلطف باش ما كنهرسوش كذلك لاموس. صافي هنايا كنسخنوا الفرن ديالنا على 180 درجه، وكنوضعوا الخليط في الطاوه بمتوازي متساوي باش ما يكونش لينا البسكوي بلاصه طالعه بلاصه هابطه. من بعد غادي نوضعوه في الفرن يطهى على 180 درجه لمده 10 دقائق. والان غادي ندوزو للمرحله الاخيره، وهي تحضير كروستيون براليني. هنا عندنا 80 غرام ديال الشوكولاط الحليب اللي غندوبوه فوق حمام ماريه. غادي نضيفو عليه 100 غرام ديال البراليني، وعندنا كذلك 40 غرام ديال الكريب دونتيل اللي قطعتو هرستو كبيبر شويه باش ابخي ملي غادي نبدا نحرك كلشي غادي يتهرس اكثر. ملي كنخلطوه مزيان غادي نديرو واحد البابي، واحد الورقه ديال الطهي ولا طابي فوق سطح العمل، وغادي نوضعو الكروستيون براليني ونغطيوه بورقه ديال الطهي. صافي، وكنبقاو هنايا كنبسطوه مزيان، كنرققوه مزيان. ملي كنرققوه غادي نوضعوه في الثلاجه يبرد شويه باش كيتجمع مزيان. من بعد ما طاب لينا البسكوي، هنا غادي نرشوه بالسكر جلاسي، وغادي نقلبوه ونديروه فوق سطح العمل باش نعاودو نسوبودريوه بالسكر جلاسي. صافي هنايا كنعبروا المول اللي غادي نخدموا بها، كنعبروا وكناخذوا الطرف الاول اللي غادي نشوميزيو به، غادي نغلفوا به المول ديال لابوش، والطرف اللي كنوضعوه في الاخير ديال لابوش. ونفس الطريقه من بعد ما بردات لينا برد لينا الكروستيون براليني، حتى هو غادي ناخذ العبار ديال لابوش باش غادي نديروه في يعني قبل الاخير. والان غادي نكملوا بافاغواز براليني. عندنا 400 غرام ديال الكريمه السائله، 30% من الماده الدسمه اللي غادي نضربوها في الضرب الكهربائي، وغادي نجبدوا البراليني البافاغواز براليني اللي وجدنا من قبل، غادي نديروها فوق نار غير شويه كتبدا تذوب، يعني ماشي بزاف، غير كتبدا تذوب كنحيدوها من فوق النار وكنبقاو نحركو حتى كتطلق مزيان. اتونسيون، ملحوظه ما خصهاش تكون سخونه، تكون يعني فريمون بارده ملي كنحركوها، والكريمه السائله ما تكونش شاده بزاف، كتكون شويه مطلوقه. راه حدكم كتبداو تسخنوا فيها غير شويه راه كتطلق، كتبقاو تحركوا راه كتطلق بوحدها. صافي هنايا غادي نمزجوا المكوناتين مع بعضهم بلطف حتى هما باش ما كنهرسوش الكريمه السائله. صايي البافاغواز ديالنا مونتي براليني واجده. والان من بعد ما بردات لينا لا غاناش ديال الشوكولاط الاسود غادي نمونطيوها غنضربوها. واخيرا غادي ندوزو المونتاج هنا، وغادي تكونسونطراو معايا على بوش وحده اللي كنقدم لكم، حيت انا عطيتكم المكونات ديال زوج. المهم من بعد ما شوميزيت لا بوش المول ديال لا بوش، كما كتشوفوا معايا البسكوي راه طالع في الجناب شويه. خديت القياس، خديت انا عندي خديت 18 سنتيمتر ديال العرض، والطول خديت 30 سنتيمتر على حساب المول اللي عندي، نتوما غتعبروا على حساب المول ديالكم. المهم كنشوميزيو كنغطيو به البوش، ومن بعد كنبسطو ديك البافاغواز براليني
كنبسطوها هي الاولى مزيان مقاده، ومن بعد غادي نضيفوا عليها غاناش مونطي ديال الشوكولات حتى هي كنوضعوها مقاده. كنوضعو من فوق منهم طبقه ديال الكروستيون براليني، تهرس ليا شويه مي ماشي مشكل، كنقادوه مزيان. ومن بعد غادي نضيف فوق منه غير باش كنلصق البسكوي مع الكروستيون، كندير شويه ديال البافاغواز براليني كما كتشوفوا، كنبسطها مزيان. ومن بعد كنغطي بالبسكوي. المهم الا جا ناقص شويه كتزيدوا شويه ديال البسكوي، جا فايض كتنقصوا شويه، المهم كتقادوا حتى كتلصقوا داك البسكوي، كتخشيوه في الوسط يعني مزيان كيجي لاصق. مني كنساليو كنوضعوا البيش نتاعنا، كنفيلميوها وكنوضعوها في الكونجيلاتور واحد الساعتين تقريبا حتى كتجمد. انا غادي ندوزو للكلاصاج. عندي 100 غرام ديال النوازيت اللي حمرته، درته في الفرن حمرته من بعد هرمشته هكذا، و100 غرام ديال زيت نباتي ما فيه لا ريحه لا والو، وعندنا 400 غرام ديال الشوكولاط الحليب اللي غنذوبوه فوق حمام ماريه. من بعد ما داب لينا الشوكولاط كما كتشوفوا غادي نضيفوا عليه الزيت النباتي وغادي نخلطوه مزيان حتى كيندمج مع بعضه. من بعد كنضيفوا داك النوازيت المهرمش، ولا ما كانش عندكم نوازيت تقدروا ديروا حتى اللوز ايفيلي ولا اللوز باطوني هذاك اللي طويل، المهم ولا اللوز هرمشوه حتى هو في الفرن حتى هو كيجي زوين. صاي هنا كنخلطو مزيان، ومن بعد غادي نخرجوا البوش ديالنا من الثلاجه. غادي نزولوها من هذا المول. كما كتشوفوا هذا المول راه بخاتيك اللي تيكون عنده الجناب كيتحلوا وكيتحل فاسيلمون، ما غادي نحتاجوا لا نفزكوه لا نسخنوه لا والو باش يتحيد لنا لابوش من المول، كتحيد فاسيلمون يعني فريمون بخاتيك. صافي هنايا كنبقاو نكلاصيو البوش ديالنا، واللي بقى ليا راه كنكلاصي به البوش الثانيه. يعني كندير هذا البابي سولفيري، هذا البابي دو كويسون ورق الطهي كنديرو باش كنعاود نريكوبيري داك الشكلاط اللي شاط في الجناب، كنعاود ريكوبيري ونعاود نكلاصي به الثانيه، يعني ما كنضيعوش. طيب من بعد ما جبدات لينا كما كتشوفوا راه ما كتواخدش وقت طويل، كنقطعوا شويه بالموس الجناب باش ما المهم كنقادو مزيان وكنوضعوها فوق الصحن ديال طبق التقديم. والان غادي نزوقوها حسب الرغبه. انا بقى ليا شويه ديال البافاغواز البخاليني كتبقى شويه، الا ما بقاتش عندكم كتقدروا ديروا كاناش مونطي شوكولا بلون وكتزيدوا عليها شويه ديال البخاليني، راه عندي مع الفيديوهات كيفيه تحضير كاناش مونطي شوكولا ابيض. صايي وكنزيدوا عليها شويه ديال البخاليني وكنبقاو نزوقوا. ومن بعد كنبداو نزينو بشويه ديال النوازيت، ولا ما كانش نوازيت كديروا حتى اللوز كما قلت لكم حتى هو التزيين كيبقى اختياري. وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها بالصحه والراحه. كنتمنى ان الفيديو كنا لاعجابكم وتكونوا استفدتوا. فإلا كان كذلك ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.